تحليل ماتش الاهلي والزمالك. ايه ده يا جدعان؟ وحوش في الملعب، وحوش. ريال مدريد وبرشلونة بيلعبوا قصاد بعض، وحوش. ايه ده؟ هو احنا عندنا قوة كده؟ الزمالك اللي هو متعثر، ما عندهوش لعيبة، عنده غيابات، لعب بالشكل ده. والاهلي برضه عنده غيابات، وبرضه يعني مش عاوز اقول متعثر، ولكن مش في افضل حالاته. ايه ده يا جماعة؟ اشرف بن شرقي الصديق اللي مش عاوز اقولها يعني ايه ده؟ ايه اللي عمله اشرف بن شرقي ده؟ ولا محمود بن تايك يا جدعان؟ محمود بن تايك بن طايك ولا بن تايك واشرف بن شرقي هم السر في الماتش ده. هم السر الوحيد في الماتش ده. بكل صراحة الشوط الاول الزمالك، يعني الاهلي لا كان عنده دفعه شويه، بيقول لك انا في الشوط الثاني هبقى اقوى من كده. انا قلت في الشوط الثاني الاهلي هيجيب 3 اهداف. انا قلت كده. اتفاجأ ان الاهلي لعب اول تقريبا 30 دقيقة اشرف بن شرقي تقدم بالاهلي بالشوط الاول، وبعدين قلت خلاص هيجيبوا الثاني والثالث. اتفاجأ ان محمود بن طايك يجيب هدف، واصبح الفريقين متعادلين 1-1. انتهى المباراة، انتهى الماتش 1-1 زي ما انا توقعت. لو دخلت في قناتي او صفحاتي هقول انا قلت تعادل، يا سلبي يا تعادل ايجابي. هارد لك للفريقين، وحوش في الملعب، دول كانوا نازلين بياكلوا في الارض بكل صراحة. رغم تعثر الزمالك، ولكن التعادل للزمالك هو بالنسبة لهم فوز كبير. وإن شاء الله نشوف بقى الزمالك أفضل من كده شوية. وأشرف بن شرقي، يعني أنا صراحة مش عارف جماهير الزمالك هتنام ولا لأ بعد الجون أو الهدف اللي جابه النهاردة.